كبده برده او كبده ام رده. هنعملها في البيت بطريقه احترافيه وجميله، اللي بيها تبقى قدامك كده الكفر ماسك فيها ما يطلعش منها. كمان ايه هي التوابل الاساسيه للوصفه دي؟ كل وصفه ليها تابل كده بتاعها، هنقوله ان شاء الله في الفيديو باذن الله، عشان بقى ما نشتريهاش من الشارع ونعملها في البيت، لان بقى سعرها مبالغ بيه جدا جدا. على العموم انا لما بجيب كبده بجيبها امريكي، تدوروا عليها وتجيبوها، بتبقى عند بتوع المجمدات. شويه توم حلوين عليهم، معلقه زي ما انتم شايفين كده من الكمون، والتابل الاساسي في الوصفه بتاعتنا دي الكزبره الناشفه. اديني قلت اهو التابل الاساسي ايه؟ كزبره ناشفه، ونص معلقه بابريكا مدخنه. انا هنا بدعم الطعم بيها، لكن هي مش اساسي في وصفتنا. يبقى كزبره ناشفه وكمون، تمام، وملح، مش شرط البابريكا المدخنه انا حطيتها خلاص. وبعد كده بحط انا بقى حته فلفل هريسه كده من اللي انا عامله، وصورت لكم فيديو بالهريسه بتاعت الشطه ودقتهم كده. ما فاضلش غير ان احنا نحط ايه؟ الخل ده، نص فنجان من الخل ومعلقتين الليمونه. يبقى الكبده يا جماعه بنشيل الزفاره بتاعتها بايه؟ بالليمون والخل. بتتحط في لبن؟ لا، الكلام ده مش مظبوط يا جماعه، اللبن اصلا زفر والكبده زفره. يبقى نشغل مخنا شويه، ازاي الكبده تتنقع في لبن؟ الكلام ده افتكاسه طالعه ما اعرفش مين اللي اخترعها. الكبده ما بتتغسلش. خلاص، ادي الدقه اهو نزلت بيها على الكبده بتاعتي اللي انا جايبها شرايح امريكي. خلاص، وبقلبهم كلهم كده على بعض، وبركنها بقى في التلاجة اقل حاجه خالص يا ست الكل ساعتين اتنين. تمام، بعد ساعتين اتنين هنشتغلها وهتبقى جميله وشاربه من التتبيله بتاعتنا الجميله ديت. خلاص. طيب بجيب بقى حوالي نقول ايه شويه رده بالويم كده، يعني نقول ايه كوبايه من الرده عليهم نص كوب من الدقيق. الدقيق هيفتح الرده، بالتالي لما اجي اقلي ريحه الكبده هتطلع عندي فاتحه مش غامقه. طب الدقيق مش عايزه تحطيه ما تحطوش، انت حر، بس هتطلع عندك مغمقه شويه. خلاص كده انا هنا بظبط المعيار دقيق على رده. يبقى لو قلنا مثلا كوبايه دقيق، كوبايه رده عليها نص كوب من الدقيق. والطاسه بقى اللي هنقلي فيها لازم يبقى الزيت ساخن جدا، وزي ما انتم بتشوفوا قدامكم كده اهو الكبده قدامكم. انا باخد الشريحه وانزل بيها على الرده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، الرده بالدقيق، وانفضها اهو قدامكم، والله ما في اي قط ولا اي حاجه. وبنزل في الصينيه بتاعتي، باخد حته تانية اهي في الصينيه اللي فيها الرده بالدقيق بالمنظر ده كده. بصوا الطرنش طالع ازاي يا جماعه. هي دي الكبده الامريكي بتبقى بالمنظر ده كده. هي طبعا قليله شويه، بنجيبها من محلات المجمدات، تسالي تقول دي كبده امريكي ويوريك الاستيكر، مش عيب. هي غاليه شويه بس هو ده على براند، وده اللي بيستخدم في المحلات الكبيره، محلات الاكل والفنادق والكلام ده كله. ينفع نعملها بكبده بلدي؟ اه طبعا ينفع، ينفع، بس الجزار يرققها لك بقى، وما تقعديش كل شويه تقلبي فيها. احنا نزلناها اهو، ادي اول تقليبه تقعد قد ايه؟ دقيقتين، كل وجه دقيقتين. خلاص كده يا جماعه، موضوع سهل جدا جدا. هنزل بالجزء التالي، القطعه التالته اهو، لقيتها كبيره على الحته اللي في الطاسه، بقطعها بالسكينه عادي وهي في الرده اهو زي ما قدامكم. خلاص كده زي الفل. خدت دقيقتين، بطلعها على المصفى تصفي الزيت. شكرا، الكفر طلع قدامكم. مش طالع، طلع منك، يبقى المشكله عندك انت في ايه، انا ما اعرفش. انا قدامكم زي ما مطلعها والله يا جماعه زي الفل، طالعه جميله جدا. وبعد ما طلعت كده بعمل ايه؟ برش عليها شويه كزبره ناشفه. يبقى السر في ايه؟ في الكزبره الناشفه. خلاص زي الفل. كبده برده بسيطه جدا، اي حد حتى لو ملوش في الطبخ هيعملها، وجميله. وبتتعمل بقى سندوتشات، تاكلها مع مكرونه، مع سلطه الطحينه، تحفه خيال. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات.